السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده انا هحل الحيرة اللي عندك واقول لك تختار مين بالطاقات وبالتجربة برضو. طبعا زي ما انتم عارفين الباكج اللي قدامكم دوت يوم الخميس اللي فات، انا للاسف الفيديو دوت هنزله متأخر شوية. يوم الخميس اللي فات نزل معانا الحملة اللي انت شايفها قدامك ديت. يعني بص، ما نقدرش نتكلم مع كونامي كلمة واحدة حتى. المهم زي ما انت شايف قدامك عندك باتيستوتا، ايوين، بيركامب، والجناح دوت بتاع برشلونة ما بعرفش انطق اسمه، ونكاتا اللي صرفت عليه 5000 كوين. كمان معانا ظهير جديد زي بليتي. لو تفتكر كل الناس راحت على فيا وسابت بليتي، وبليتي طلع في الاخر هو الجليتش وهو الجامد، ولا بلع نيرف ولا اي حاجه. فبرضه اودو دوت هنقول عنه كل حاجه. وكمان عندك فان بيوتن، وكمان الحارس الجديد اللي هو ابياتي. من غير كلام كتير، بس لو انت مش عارف ازاي تجيب الفتحات دي اساسا، عندك كذا حاجة. عندك اولا تسجيل الدخول، كل مرة هتسجل دخول لحد الحملة كلها هتاخد الفتحات. انا عندك هنا في الاوبجيكتيف هتلاقي فيه مهام كتير، انا طبعا عملتها كلها يعتبر يعني. هتقول لي طب باقي المهام دي بقى اجيبها منين؟ اصبر، كل يوم خميس اللعبة هتحدث المهام وبس كده. طيب فهنيجي على اول واحد بدون اي تطويرات، هو الاوتو، هشرح بيها كل اللعيبة. فزي ما انت شايف اول واحد معانا هو مايكل اوين. هتضيف له بوستر الاسترايكر انستنت او غريزة المهاجم، وهيوصل معاك 104 مع اغلب المدربين تقريبا. زي ما شايف قدامك وعي 96، تحكم في الكرة 86، دريبل 88، استحواذ في مناطق ضيقة 84. يعني من الاخر هيبقى ريشة. بعيدا عن الطاقات، انا مجربه بنفسي في حساب قديم. كان ميزته الوحيدة ان هو ليه اي كده مميز في اللعبة، بيهرب كده في ظهر المدافعين. اديله مساحة، ارميله اي ثرو هتلاقيه بينطلق. بص، انسى ان اي مدافع يلحقه. كمان عندنا التمريرات شغالة جدا بالنسبة لان هو مهاجم، وكمان انهاء اجماع 97، يعني شوت بأي حتة هيفنشها لك عادي. وكمان الانحناء 80 مش احسن حاجة بس شغال. نيجي بقى على السرعة والتسارع، وهي دي الميزة. يعني انت تسمع مايكل اوين تعرف ان هو طلقة خلاص. ميزته الوحيدة في التسارع، بس عيبه في النسخة ديت ان هو مش طاقته في السرعة الحقيقية. يعني انت لو جيت تبص على نسخة ال103 او اي نسخة تانية هتلاقي السرعة اعلى من كده بكتير، لكن برضو مازال سريع وكويس جدا بحكم البالانس والدريبل وكل الكلام دوت. يعني السرعة مش مجرد رقم بس. تاني حاجة اللي هي القوة في الركل او كيكنج باور ب 87، فكويس جدا برضو. ممكن برضو تعدلها بتطويرات تانية، بس انا كلامي على تطوير الاوتو. وكمان بقى دي المشكلة الوحيدة فيه، القفز والالتحام الجزري. زي ما انت شايف يعني مش هيجيب اي كورة براسه ولا هيلتحم، لكن عنده بالانس، عنده سرعة. فده ممكن يخليه يعني محدش يقدر يلتحم معاه. طيب نيجي بقى على تاني مهاجم او تاني واحد اغلب الناس هتختاره، هو باتيستوتا او جابريال باتيستوتا. بيوصل معاك 105 بتطوير الاوتو وبوستر غريزة المهاجم، واي مدرب بوستر او دبل بوستر بيزود في السرعة تقريبا. المهم زي ما انت شايف قدامك وعي هجومي 97، كل طاقات الدريبل اقل من ايوين، لكن ايوين برضو كويس وجابريل باتيستوتا برضو كويس في الدريبل، الاتنين كويسين يعني. لكن باتيستوتا هتحسه اتقل سيكا بسبب طوله. التمريرات او الباصات طبعا ما ينفعش تعمل بي 1 2 خالص، يعني انسى الموضوع ده من دماغك خالص، اي باص تعمله مش هينفع. الفينش 95 فكويس جدا. الرأسية 87 او الهيدنج يعني 87 فبرضه كويس جدا. لكن الانحناء ما يعني شغال، بس لا ما بلاش تعمل ار 2 بي. السرعة والتسارع والكلام ده كله كويس، هيبقى سريع مية مية لكن اقل من اوين. والكيكنج باور او قوة الركل 95 اعلى من اوين بكتير، لكن اللي جاي ده بقى هو اللي هيميزه عن اوين. قفز 83 وكمان اطول من اوين. التحام جسدي 87 وبيوصل ل90 في تطويرات تانية. وتوازن 82 اقل من اوين. وكمان قوة تحمل او ستامينا 82. فنيجي بقى هنا المقارنة في السريع. زي ما انت شايف قدامك الوعي يتفوق باتيستوتا بنقطة واحدة، مش هتفرق قوي. مش هنتكلم عن فرق نقطة ونقطتين والكلام ده كله، بس زي ما انت شايف طبعا تمريرات، فينش، كل الكلام دوت كله ايوين احسن فيه بكتير. لكن ايوين مشكلته في السرعة، لكن باتيستوتا مشكلته في الدريبل، هيكون اتقل من ايوين شوية. والتوازن بقى والكلام ده كله برضو ايوين يتفوق فيه، لكن الفيزيكال، الجامب، كل الكلام دوت باتيستوتا يتفوق فيه. من الاخر انت عاوز تعرف هتختار مين؟ بكل بساطة انت معاك مثلا مهاجم تقيل زي هالاند، رونالدو، ليفاندوسكي، الناس دي كلها سواء نجوم اسبوع سواء ايه بالظبط، سواء مثلا هاري كين برضو شو تايم، هتحتاج جنبه مهاجم خفيف. هاتلك اوين. ليه؟ لان انت لو عاوز تعمل رأسيات او اي حاجة
هتلعب بالتاني، هتلعب رأسيات بالمهاجم التاني اللي معاك. لكن اوين هيكون خفيف، لازم يكون معاك مهاجم خفيف او الاتنين خفاف او واحد تقيل وواحد خفيف. انت مثلا بقى من الناس اللي بتحب اللي هو ايه انطلاقات بقى وسرعة وبتاع وثرو والكلام ده كله، خلاص هاتلك اوين. عاوز بقى مهاجم ايه متكامل، يلتحم كده شوية، يمشي بالكرة شوية ويشوط الكلام ده كله. طبعا مش هيشوط بيه ار2 كويس، يعني ما تشوتش بيه ار2 وتتخيل ان هو هتيجي ممكن يجيب عرض معاك كتير، ممكن تيجي اصلا تتصد بسهوله، ممكن تيجي بره العارضه. باختصار انت عاوز مهاجم كلاسيكي يلتحم بتاع يمشي شويه يشوط الكلام ده كله، هاتلك باتيستوتا. عاوز مهاجم كده تحسه ايه خفيف كده ريشه في الملعب، هاتلك اوين. ومع العلم برضو باتيستوتا لو جبته هتلاقيه عادي جدا ان هو تعمله تطويره وهيكون خفيف برضو، لكن هتخسر شويه مميزات تانية. وبرضه ما ننساش ان باتيستوتا معاه فينومينال فينش، فدي برضه نقطة لباتيستوتا. تالت حد معانا كمان اللي هو دانيال فان بيوتن، كله اكيد عارفه يعني من الباكج بتاع التعويض، كان نازل منه نسخة عالمية. اقرر لك الطاقات دلوقتي، انا دي مجربها بنفسي جامدة، تحسها جلitch حرفيا، رخم قوي، وماتش اب بتاعه 5 متر قدام. المهم يعني التطويرة برضو اوتو، هتضيف له بوستر ديفندنج او الثنائيات او اللي هو يعني الدولينج او اي حاجة يعني. وزي ما انت شايف قدامك، اول حاجه مشكلته ان هو تقيل، بس اغلب الدسترويرات المدافعين المحطمين يعني اغلبهم تقال. لكن بعيدا عن كل دوت، نبص كده على الرأسيه 91، ونبص على الطول بتاعه 97، داخل في الاتنين متر حرفيا، 197 داخل في الاتنين متر. عندك كمان وعي دفاعي 97، ودوت هيعوض السرعه، عشان كل ما الوعي يكون عالي السرعه مش بتكون مفيده قوي لانه هيتمركز صح. احتكاك دفاعي 97، قطع كرة 99، يعني مجرد بس ما يلمس اللي قدامك هتلاقيه قطع الكرة عادي جدا. الشراسة 92 قليلة شوية لكن برضو الباقي بيعوضها. عندك كمان قفز 95، التحام جسدي 94. ممكن برضو تديله بوستر شت داون عشان تزوده في السرعة شوية كمان. وزي ما انت شايف قدامك دي طاقته. انا عن نفسي ده اللي انا هجيبه في حسابي، لان انا محتاج مدافع، انا مش محتاج اكتر من المهاجمين في حسابي. لكن هو مشكلته ان هو تقيل شويه، لكن انت مثلا تلعبه جنب حد زي صليبه، فان دايك، ماركينيوس، اللي هي الناس الخفيفه دي. اخر مهاجم هنقيمه اللي هو نكاتا. زي ما انت شايف قدامك، اي ياباني يعني اللعبه لازم تطبل له، لكن ما طبلتلوش المره دي قوي في الوعي. يعني الوعي زي ما انت شايف قدامك 80 سيء جدا، ده هو كمان 97 وانا ضايف له غرست المهاجم عشان يظبط شويه. لكن زي ما انت شايف قدامك دريبل، تمريرات، كل الكلام دوت مية مية. فينش برضو شغال، فاولات شغال، انحناء شغال. كمان عنده احتكاك دفاعي، فيزيكال برضو حلو. التوازن برضو كويس، ممكن يوصل 90 بتطورات تانية. والسرعة والتسارع برضو شغال، لكن هو مش التوب قوي، فاهم يعني؟ انت مثلا لو معاك بلينجهام نسخة الدبل كيك او جريزمان او الناس دي كلها، ما تفكرش فيه خالص، انا مجربه بنفسي. بص هو هيديك شوية دريبل حلوين بتاع، هيبقى تمام شوية، بساط حلوة، بس مش اللي هو ان انت تختاره، فاهم؟ انت معاك عقد مقابل ان انت تختار ناس اعلى منه، فاهم؟ فلو جالك بالحظ حلو عادي جدا يلعب اساسي والله. لكن الفكرة ان انت ما ينفعش تديله العقد، يعني خسارة فيه، فاهمني؟ معانا كمان الظهير الجديد، زي ما انت شايف قدامك، ممكن نديله بوستر ديفندنج او كروسنج او اي حاجة. زي ما انت شايف قدامك متكامل من الاخر، سرعة، تسارع، كمان بيشوط كويس، قوة ركل كويسة، قفز برضو كويس، طوله كويس برضو، الالتحام برضو كويس، قوة تحمل 100، كويس جدا لظهير لانه هيفضل رايح جاي، لانه ظهير هجومي. ممكن كمان تعمل له تطويرة دفاعية هيكون رايق. وكمان وعي هجومي اعلى من نكاتا، عشان كده كنت بقول لك ان هو الوعي بتاع نكاتا سيء جدا. عنده كمان تحكم في الكرة 80، مراوغات مقبولة يعني شغال. التمريرات برضو كويسة، ممكن تعرب بيه عادي جدا. بالنسبة بقى للطاقات الدفاعية زي ما انت شايف قدامك، يعني كويسة جدا برضو، 86، 87، 91، 82، كويس جدا يعني. كمان ممكن نديله تطويرة دفاعية هيكون احسن من كده مليون مرة. يعني مثلا زي التطويرة ديت انا ما كملتش فيها حرفيا، دي انت ممكن تعمل تطويرات احسن من كده بكتير، هي قللت الريت شوية. لكن زي ما انت شايف قدامك 94، 94، 98، 90 كمان، يعني كويس جدا. وعي 94 بالنسبة لان هو باك فكويس جدا، يعني هيقابل ناس كتير أجنحة تانية كتير وعيها أقل من ال94 وهيتغلب عليها بسهولة. ومعانا آخر واحد هنا هنقيمه اللي هو الحارس، ده أول نسخة ليه أساسا. ممكن نديله مثلا بوستر جول كيبنج، مفيش حاجة هتفرق قوي. بيوصل 102. نشوف بقى الطاقات، وعي 97 كويس، إمساك قليل بس الريتش أو اللي هو يعني
الصد والبلوغ هيعوضوه شوية، والردود 88 قليل جدا جدا جدا، وكمان القفز 88 وطوله يعني شغال، فاحنا ممكن نظبط له تطويرة كده في السريع يعني. فبالتطويرة اللي قدامك ديت هتوصله 102، والطاقات اللي انت شايفها قدامك ديت بقى متوازن شوية. فمثلا لو جينا نقارنه بحارس زي فيتور بايا، زي ما انت شايف طاقات، طبعا دي تطويرة ودي تطويرة، فبرضه فيتور بايا ممكن نظبط له تطويرة تانية. ففيتور بايا بص، اولا ما تاخدش بالطاقات، هي فيتور بايا زي ما انت شايف طاقته مش احسن حاجة، لكن لما بتقابله في الديفيجن هو هيرد عليك بنفسه. فعامة لو انت معاك فيتور بايا ما اعتقدش ان انت هتحتاج تجيب ابياتي، فممكن تخليك في ابياتي لو معكش حراس كويسة خالص، لكن ممكن تستنى وتستحمل شوية لحد ما يجيلك فيتور بايا، لانه كده كده هيجيلك، وتختار حد تاني اهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعتقد ان انت خلاص كده فهمت كل حاجة. معاك مهاجم تقيل عاوز جنبه مهاجم خفيف، هات مايكل اوين. بتلعب بمهاجم واحد وعاوز مهاجم يكون متكامل، هاتلك باتيستوتا. بالنسبة لبيركامب، اكيد اكيد يعني محدش هيبقى معاه عقد ويقدر يختار كل الوحوش ديت ويجي يختار بيركامب، يعني فاهم. وكمان جناح برشلونة برضو يعني هو خفيف وكويس وكل حاجة، بس برضو اكيد مش هتفضله على الناس دي كلها. وكمان نكاتا نفس الكلام برضو، لو جولك بالحظ الناس دي كلها مفيش اي مشاكل، لكن ما تختارهمش بعقد. حتى لو انت محتاج حد في مركز نكاتا، يعني حرام ان انت تضيع عقد عليه، الا لو انت عندك هجوم متقفل ودفاع متقفل. اودو كمان شرحنا عنه كويس جدا، يعني انت برضو لو ناقصك ظهير او ناقصك مدافع هتقدر تجيبه. وفان بيوتن زي ما قلت لك برضو هنشوف تجربة الناس ليه، الناس اللي معاها، او لو انا عرفت اجيب حساب فيه هجربه وانزل لك فيديو. انا عن نفسي هجيب فان بيوتن في الحساب بتاعي. واخر واحد اللي هو ابيتي، كريستيان ابيتي، ده برضو حارس كويس جدا، لكن الحراس بينزل كتير قوي جليتشات في نجوم الاسبوع دوري الابطال، فما يستاهلش ان انت تضيع عليه عقد يعني. لكن لو تشكيلتك برضو كلها متكاملة وناقصك حارس، هاته عشان يكون معاك حارس ايبك. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تعمل لايك واشتراك، وسلام.